النهارده هنعمل لكم كحك العيد بطريقه احترافيه وشغل بيتي 100%. اهم حاجه نمشي ورا خطوات الفيديو وهتلاقوا النتائج مرضيه، ونبدا وصفتنا على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي الجمال، وحشتوني كتير. النهارده جبت لكم طريقه كحك، انسي اي طريقه وتابعي الخطوات للنهايه. يلا بينا. الدقيق اللي معانا النهارده على بركه الله 1 كيلو دقيق متعدد الاستخدام، نص كيلو سمنه بلدي او نباتي، 60 جرام سمسم، 10 جرام ريحه الكحك، 15 جرام خميره، 200 مللي ميه. ونبدا الوصفه على بركه الله. حاجه هننزل بالدقيق، ثاني حاجه السمنه، ونزلنا ب 50 جرام سكر. شغل على البطيء لمده 5 دقائق لحد ما الدقيق يتجانس والدقيق يشرب السمنه كويس، وبعد كده هننزل بالسوائل بتاعتها. ادي الميه والخميره عليها، هنضربها كويس جدا مع معلقه سكر. اول يا ست الكل ما القوام يوصل معانا لكده، بصوا الموضوع عامل ازاي. السمنه والدقيق اندمجوا مع بعض. اول ما يوصل للمرحله دي هننزل عليه بالميه بتاعتنا مع الخميره. وادي كوبايه الميه والخميره، هننزل بنصها كده الاول وبعد كده نكمل مع بعض. وصلنا للمرحله دي ننزل بقى بالسمسم تدريجيا، حوالي 20 جرام سمسم. وزي ما حضراتكم شايفين كده انتهينا من العجين. بصوا الموضوع عامل ازاي، لازما ما يشققش مننا ويشتغل معانا. ويلا نعمل بقى واحده عجوه مع بعض. دي عجوه اللي هو البلح اللي خارج منه البذر وخارج منه النوى والقشره اللي فوق وبيتفرم. هنجيب بقى حته عجوه صغيره كده اهي، او التمر زي ما حضراتكم بتشوفوه من اي بلد، وبندخلها جوه وبنلفها كده بالطريقه دي اهو. عندنا بقى هنا كده خرامه كحك، لو دوسنا كده هتبقى تجيب معانا الاشكال. وده المنقاش البلدي بتاع زمان اللي هو بيعمل اشكال حلوه. ودي برضو فورمه لو دخلناها اشتغلنا فيها زي ما حضراتكم شايفين. وده برضو بتاعه المعمول والكحك. لكن انا حابب بقى اعمل ايه، اعمل الشكل بقى الجمالي ده اللي هو الشكل الاصيل بتاع مصر وبتاع العرب والسعوديه وجميع انحاء الدول العربيه. وكل سنه وحضراتكم طيبين. ولو وصلنا لحد الوقت ده يعني استسمحكم اللي ما اشتركش في القناه يشترك ونشير الفيديو عشان يوصل اكبر عدد. وهنعمل واحده تاني مع بعض اهو. طبعا الكحكايه دي وزنها حوالي 25 جرام ولا حاجه او 20 جرام حسب اهو. هنجيب برضو حته من الملبن، والملبن ده ممكن اللي هو الحلجوم يا جماعه، ممكن نحشيه مكسرات، نحط معاه فستق بندق لوز اي حاجه. وهنحطها كده اهو، ونعمل شكل تاني كده حاجه اسرع وحاجه جميله. يبقى ده التراث وده الحديث. وفي برضو كمان هنعمل واحده كمان بالقمر دي ساده اهو. هنعملها ساده، هنحطها في الفورمه بتاعتها اهو. بنضغط عليها اهو زي ما حضرتك شايفه، بندوس عليها من فوق بتنزل معانا بتدينا الشكل الجميل ده اهو. وكده يبقى الثلاث اشكال معانا. انتظروا مع بعض التشكيل على بركه الله. زي ما حضراتكم وصلنا للمرحله دي. بعد كده بعد ما شكلناه وحشناه بنجيب الختامه دي عشان خاطر ايه، دي اسرع حاجه وتبقى سهله على ست البيت. بس اهم حاجه اول ما نخلص من تشكيل العجين وتقسيطه لازم على طول نختمه كده، وكل واحد يختمه زي ما هو عايز. بسم الله ما شاء الله. لكن اللي بعمله ده زي بتاع المحلات بالظبط، ده بنعمله في المحلات اهو. استسمحكم بقى اللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك ونشير الفيديو، عشان في ناس كتير يا عيني محتاجه تتعلم طريقه الكحك ازاي. هنسيبه يخمر لمده نص ساعه او ساعه حسب، وندخله الفرن على 130 على نار هاديه. ويا كحك دايب يعجب الحبايب. القمر اتشكل ازاي واتعمل منه شغل اللي هو الريفي، شغل البيتي، وعملنا شغل المحلات. ورجعنا ورا هنا ما نسيناش كحك العجل بتاع زمان اللي كانت الناس الطيبين ساعه ما كانوا بيعملوه بيتلموا حواليه ويغنوا. وهندخل الفرن على درجه حراره 130، هياخد معانا نص ساعه على بركه الله. حضراتكم شايفين القمر خرج من الفرن. بصوا يا جماعه حاجه بسم الله تخطف العقل. وان شاء الله يا رب كل سنه وحضراتكم طيبين. واللي ما اشتركش في القناه استسمحوا يشترك. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.